السلام عليكم. ازيكم؟ عالمنا مليان بالظواهر الغريبة واللي ملهاش تفسير، واننا دايما بنسند الظواهر دي للفضائيين وبنلبس لهم اي حاجة غريبة بنشوفها قدامنا، او ممكن نلبسها للاشباح او القوى الخفية. وقصتنا النهاردة واحدة من اشهر القصص في الظواهر دي، وهي عن مدفن جواه 3 توابيت بيتحركوا لوحدهم. وكلامنا النهاردة عن مدافن تشيس. رضعنا النهارده في جزر الكاريبي، وتحديدا في منطقه دفن تبع لكنيسه باريش، واللي كان بيحصل فيها ظاهره غريبه كده في مدفن عائله تشيس، وهي ان التوابيت بتتحرك. وفي البدايه خليني اقول لك ان القبر كان عباره عن بناء كبير، نص فوق الارض والنص التاني تحتها، وكان متامن بباب حجري كبير جدا واقفال كتير جدا عشان يبقى متامن من اي سرقه ممكن تحصل. والقصه ظهرت لاول مره في رسومات السير جيمس ادوارد، وده كان قائد في كتيبه الجيش البريطاني سنه 1883، وكان بيحكي عن قبر تشيس واللي يملكه واحد اسمه توماس تشيس. والبدايه كانت سنه 1807 لما ماتت مرات توماس واتدفنت في القبر، وبعدها بسنه ماتت بنته ان ميري اللي كان عندها سنتين واتدفنت جنب امها. وسنه 1812 ماتت بنته الكبيره واتدفنت جنبهم وكان اسمها دراك. عادي يا جدعان، مش هنكفر يعني، دي اعمار. وبعدها بكام اسبوع مات توماس وراح يدفنوه. حصل خير يا جماعه، اعمار. المهم انهم لما راحوا بتوماس عشان يدفنوه وبيفتحوا المقبره لقوا ال3 توابيت اللي قبل منه في حاله فوضى، والتوابيت كانها طارت من مكانها. لا ثواني يا جماعه بس عشان تفهموا غرابه الموضوع. لما راحوا بتوماس عشان يدفنوه لقوا عليه اللوح الحجري الكبير زي ما هو، ومصبوب حواليه طبقه خرسانه ومقفول كويس ومفيش اي محاولات لفتحه، وكمان الاقفال كلها كانت سليمه. المهم الناس فحصت التوابيت كويس قوي عشان يشوفوا لو في اي عيب او مدخل ليه، وما لقوش اي حاجه. وفي عدم فهم منهم للي حصل قرروا ان الموضوع ده ليه علاقه مثلا بنباشي القبور، وانهم بطريقه ما قدروا يدخلوا المقبره ويعملوا الحركات دي كلها، ورجعوا التوابيت مكانها وقرروا يلموا الليله عادي ويقفلوا المقبره تاني. وبعدين فتحوا المقبره مره كمان بعدها ب4 سنين عشان يدفنوا طفل من الاسره عنده 11 سنه، ولقوا التوابيت في نفس حاله الفوضى اللي كانت موجوده المره اللي فاتت، واللي اكد السير جيمس انها طايره من مكانها، مش مجرد توابيت متحركه كده وخلاص. وفي نفس الوقت اكد ان التوابيت كلها توابيت رصاص تقيله جدا جدا، وان حركتها دي غير مبرره تماما. والموضوع اتكرر تاني سنه 1819 وراحوا لقوهم متحركين من مكانهم برضه بشكل مش طبيعي، فامر حاكم الجزيره المحققين ان هم يفحصوا المقبره من اول وجديد، وفحصوها كلها وما لقوش اي حاجه غير طبيعيه، ورصوهم تاني جنب بعض وفرشوا طبقه خفيفه من الرمل كده عشان لو في حد بيدخل يعمل كده تبان اثار اقدامه في الرمل. وبعد كده قفلوا المدافن كويس وحطوا ختم حاكم الجزيره على الاقفال، وكل اللي في الجزيره كانوا منتظرين بقى الفرصه الجايه اللي هيفتحوا فيها المقبره ويشوفوا ايه اللي هيحصل. المهم وصلنا بعدها بسنه ومفيش حد مات، فقرر حاكم الجزيره ان هو يفتح المقبره ويشوف ايه اللي حصل بدافع الفضول. وفعلا راح حاكم الجزيره والمحققين معاه وكمان الناس عشان يشوفوا ايه اللي حصل. واول حاجه كانت انهم فحصوا الاختام ولقوها كلها سليمه ومفيش اي تلاعب فيها، وبعدين فحصوا الخرسانه ولقوها سليمه ومفيش اي اثار بتدل ان حد عايز يفتحها. ففتحوا القبر وبرضه لقوا التوابيت متبهدله وفي حاله فوضى زي المرات اللي فاتت، وما لقوش اي اثار اقدام على الرمل اللي سابوه، وما لقوش اي تفسير للي بيحصل ده. بس كان في راي كده بيقول ان في زلزال هو السبب في الموضوع ده، وان السبب ده هو اللي خلى التوابيت التقيله جدا دي تتحرك بشكل عشوائي كده وفوضى من غير ما تسيب اي اثار اقدام. وببساطه الحل ده مش وارد، لان الكلام ده ما حصلش في اي قبر تاني غيره. يعني القبر اللي على يمينه سليم والقبر اللي على شماله سليم، وقبر تشيس بس هو اللي اتاثر بالموضوع ده. فلو زلزال هيأثر على كل اللي حواليه، وكمان الناس كانت حست بيه. المهم ما كانش فيه اي تفسيرات للي بيحصل ده، وكل اللي عمله حاكم الجزيره انه امر بنقل التوابيت لمقبره تانية، وانهم يسيبوا المقبره دي فاضيه كده لحد النهارده. وايا كان يعني السبب، فدي حاجه مرعبه وغريبه وتخلينا ان احنا نفكر شويه ايه اللي ممكن يكون السبب في اللي بيحصل ده. وبس كده، وبكده تكون خلصت قصتنا النهارده. وكالعاده طبعا ما تنساش تقول لنا رايك، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك حكايتنا الجديده، ولو انت على التيك توك ما تنساش اللايك والفولو، وكمان طبعا ما تنساش حركه الاكسبلور. سلام.